كان الصحابة رضي الله عنهم يتألمون. فقال رضي الله عنه وارضاه: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. إلا النداء إلى الصلاة. هذه مصيبة. يعني معنى الصلاة غيرت وبدلت، وصفة الصلاة أحدثوا فيها المحدثات. إذا كان هذا في ذلك الزمان فكيف بزمانه؟ ومع هذا كله لا يزداد الإنسان الموفق السعيد إلا قوة في الحق. فتجد الخير الصالح إذا رأى إعراض الناس عن السنة زاده ذلك حبا في السنة، وإذا رأى التوهين والتشكيك والتخذيل والزاعقون الناعقون المرجفون الذين لا يفقهون ولا يعلمون، إذا خذلوا عن السنة وشككوا في دلالاتها وشككوا في دلالات النصوص صفعهم على وجوههم، فأعطاهم آذانا صما وقلوبا غلفا عن أقوالهم وضلالهم وفتنتهم. تجد الإنسان موفق لا يبالي، أهل السنة وأهل الحق لا يبالون بإعراض المعرضين، بالعكس يزيدهم هذا تمسكا بالسنة وحبا لها وعملا بها.